تخيلي يبقى في ايدك فص كده الماس كده. شفتها على الموقع خدت قلبي. جالي يوم اللي مقاس رجلي فيه يبقى 40. استنوا الاكسجين بيروح مني. بجيب محافظ حمراء بيبقى فيه شغل وفيه فلوس. احنا ممكن نسمي ده لبوب الغلابه. هلو حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. بقالنا كتير قوي يا جماعه ما قعدناش القعده دي، قعده الانبوكسنج. بجد كان بقالي فتره طويله بدور على حد يجيب لي حاجات من عند شيئا ويكون حد موثوق والمواعيد بتاعته مظبوطه. فاخيرا لقيت حد، والفيديو ده مش اعلان خالص. انا هحط لكم لينك البنت تحت في الديسكربشن بوكس عشان لو حبيتي تطلبي من عند شيئا. الصراحه بتجيب بسرعه جدا جدا، والاسعار بتاعتها معقوله قوي مقارنه بالغير، لان انا سالت كتير قوي. مش عايزه اضيع وقتكم، عايزين بسرعه نفتح الحاجات اللي انا جبتها، لان انا عايزه افتحهم. يعني انا محتاجاهم، بس قلت مش هفتحهم ولا هلمسهم الا معاكم في فيديو. فيلا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، ويلا بينا على طول انبوكس. الاوردر ده فيه 11 قطعه بالظبط، وفي اوردر تاني جاي في الطريقه، فاستعدوا لايكات بقى، لايكات كتير عشان ادلعكم الفتره الجايه. نرجع لايام شي ان زي زمان. اوكي تعالوا كده. والله ما فتحت. ابتدي منين؟ يعني انتوا حابين نبتدي منين؟ انا عايزه ابتدي بالمحفظه الصراحه، لان انا طالبه محفظه. ايوه حبيبه قلبي، تعالوا كده نفتح. اوكي انا طالبه المحفظه دي، او اللي هو الكارد هولدر ده. شكلها كده، قلنا نفتح الكيس. كيوت 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 كيوت. ده شكلها كده، هي حمراء، معرفش طالعه عليه فوشيا، ممكن تطلع لكم في الايديتنج احمر معرفش، بس شكلها كيوت. مؤخرا ما بقتش احب المحافظ، وده تغيير كبير في الشخصيه. بعد ما كنت قلبة الدنيا على محفظه بيتي، مؤخرا ما بقتش احب خالص المحافظ، وبقيت احب الكارد هولدر. احلى حاجه ان دي اكبر، يعني سنه بسيطه من بتاعتي. كنت جايبه واحده من ديفاكتو، بس دي اكبر منها سنه بسيطه، ودي احلى حاجه عشان اقدر احط فلوس هنا براحتي واحط الكروت. حقيقي بقى ان يبقى معايا حاجه صغيره كده في الشنطه الطف بكتير من محفظه، فدي خطيره. بجيب محافظ حمراء بيبقى فيه شغل وفيه فلوس. مش عارفه ازاي، بس بحس محافظ الحمراء وشها حلو، وبعلم الطاقه بيقولوا ان هي جاذبه للاموال. اجيب اول شنطه من هنا. اوكي بصوا، دول اللي اسمهم ايه؟ اللي اسمهم بادي سوت، بس ده شكلها كده بتبقى زي المايو. انا بصور لكم بالبيجامه حرفيا، انا قاعده بالبيجامه عشان خلقي ضيق مش قادره. المهم ده شكلها كده. دي لونها كريمي، يعني اوف وايت غامق، وده شكلها وبسوسته. يعني انا جبتها عشان بسوسته، سوسته كده من قدام، وهي بتيجي اتنين مع بعض، واحده سودا واحده كريمي. انا قلت لو عجبوني هجيب منهم تاني، وهم الماتيريال بتاعتهم شكلها حلوه قوي ونظيفه جدا. يعني نظيفه، يعني مش اللي هي النوع، لان انا كنت جايبه نوع تاني قبل كده كان خفيف قوي، بس دي الماتيريال بتاعتها نظيفه قوي. احط لكم طبعا الكود بتاعها وكل حاجه. انا عندي مشكله، انا مهما اشتريت جينز من اي مكان ما بيعجبنيش، بجد والله ما بيعجبنيش. الجينز الوحيد اللي عجبني وبجد قاعده بشمشم على حاجه شبهه ومش لاقيه، هو جينز كنت جايباه من على شي ان، فقلت يلا جينز كمان من شي ان. البنطلون ده عامل ازاي؟ اوكي اول حاجه قفلتني، اوكي هو البنطلون كده زي ما انتم شايفين وايد ليج. انا بموت في الوايد ليج، وده اكتر ستايل بيليق عليا. وده شكل البنطلون من قدام، بس يمكن اكتر حاجه قفلتني هو الاستيك اللي من ورا. انا بكره البنطلونات اللي باستيك من ورا، ما بحبهاش. فيا رب يبقى شكله حلو ويخليني اتغاضى عن فكره الاستيك اللي من ورا. في ناس بيحبوا الاستيك اللي من ورا عشان لو تخنوا خسوا الموضوع يبقى فليكسبل معاهم، بس انا بحس الجينز اللي نازل حته واحده كده بيخلي فيه شيب للجسم. ده سليبر. اوكي يعني بصوا، مش عارف. اولا ازاي انا ما خدتش بالي من الفص الفيك اللي شكله مش حلو ده؟ ازاي ما خدتش بالي من الموضوع ده؟ اولا ماشي، السليبر هو از سليبر هو شكله حلو، بس الاصفر ده يعني مش حلو خالص. حتى لو قبلت الاصفر ده عادي، الفص ده سخيف جدا. يعني بصوا، يعني يا رب تكونوا شايفينه سخيف قوي. اكيد هشيله، اكيد هشيله. تخيلي يبقى في ايدك فص كده الماس كده. البلاوز دي انا شفتها على الويب سايت، انا هحط لكم الصوره يا جماعه، الصوره لوحدها تتحدث، خطيره تمام. فخدتها وانا مغمضه، بس ده شكلها حلو قوي. في منها الوان، في منها على بينك يا لهوي على الجمال. صداع حلاوه، صداع حلاوه. دي على الجينز الازرق اللي عندي، اللي انا برضو جايباه من على شي ان، هتبقى رهيبه. بلاوز تانية عجبتني قوي قوي، بس اعتقد دي الماتيريال مش هتبقى زي ده، لا زيها. بس دي تحسوها
انعم اكتر. يا لهوي، لا حلوه بنتي يا دعاء، انتي توفقتي في الطلبيه. حلوه قوي. بصوا انا جايبه الحاجات دي عشان احطهم جوه الجينز، يعني البس جينز واحطهم جواه. رهيبه رهيبه. بصوا البرنت سيف بقى والوان، بما اني ما بلبسش طرح ملونه، انا بيسك جدا في موضوع الطرح، فخلينا نحط الالوان في البلاوز. يا رب يا رب ما كنش استغبيت وحطيت تاني واحد باستك. ربنا يستر طريقك اسطى. لا الحمد لله مش باستك، الحمد لله. ده شكل البنطلون. انا مقاسي في البنطلونات لارج، تمام؟ يعني مؤخرا لما كنت بشتري من شين كان لارج، انا مش عارفه دلوقتي هو راح فين. بس ده شكل البانس برضو وايد ليج، وفي التقطيع ده من هنا عجبني قوي شكله على الويب سايت. وده شكله كده، اتمنى انه يخش، بس هو هاي ويست، يعني الويست بتاعه فوق مش تحت، وانا بحب الهاي ويست عموما. جبت سليبر كمان لان انا بنزل كتير النزولات اللي هي الكاجوال السريعه، فببقى عايزه حاجات سريعه كده. ده حلو ده كيوت، ده عسول. ده بصوا انا من الناس اللي عندي عظمه في رجلي، عارفين اللي هي العظمه الجانبيه دي، فدي مع الحاجات المقفوله قوي بتبقى مش حلو، فبفضل الحاجات اللي زي كده عشان العظمه بتاعت رجلي ما تتضايقش، لان عظمه رجلي لما بيتضغط عليها بتعملي زي كهرباء في رجلي، ممكن ابقى ماشيه في الشارع فجاه رجلي تعمل كهرباء، عارفين كده. فده شكل السليبر كده، في استك من ورا، هحط لكم صورته على الويب سايت، شكله حلو قوي. في السليبرز الحاجات المفتوحه بجيب مقاس 39، لكن في الكوتشيهات بجيب مقاس 40. انا مقاس رجلي ب 40، جالي يوم اللي مقاس رجلي فيه يبقى 40. متبقي 3 قطع. انا حاسه الانبوكسنج خلص بسرعه قوي، بس انتوا ما تعرفوش ال 11 قطعه دول مكلفيني كام. انا مش هتكلم في الموضوع ده. شفتها على الموقع خدت قلبي، مع ان عندي كميه شنط بني ولسه طالبه واحده تانية بني، بس ما خدت قلبي. انتوا مش هتحسوا شكلها دلوقتي عشان هي مطبقه. بصوا هي المفروض كده، بصوا المفروض هي كده. لا انا عايزه انفخها لكم، استنى انا احط جواها شويه اكياس عشان تشوفوها وهي منفوخه. ده شكلها. حلو قوي والله العظيم، قمر. والاحلى بصوا الحزام بتاعها، بصوا حلاوته وجماله والفايب بتاعته. بصوا يا جماعه، بصوا الشنطه قد ايه كيوت وحلوه. الناس بقى اللي بتحب الشنط الكبيره انا اسفه مش هتعجبكم خالص، بس انا مؤخرا بقيت بحب الشنط الصغيره. هو ما فيهاش اي جيوب، هي كده بس. استنوا ده طلع معاه اكسسوري. بصوا يا جماعه، بصوا استنوا اوريهم عينيك. ايوه بصوا دي يالا لو قفشت ده مش هتسيبه. شكله حلو قوي. اوكي المفروض كده. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ احنا ممكن نسمي ده لبوبو الغلابه. ده المفروض كرسي. احلى حاجه فيه بقى عجبتني على الويب سايت ايه؟ انه الخامه بتاعته مش اللي فيها اطار. بصوا انا عندي الشورت اللي هو الكرسي، مهما خسيتي وانتي ولدتي وكان عندك بطن، البطن بتفضل موجوده بس مترهله، بتبقى محتاجه حاجه تشدها. حاولت والله اعمل كل حاجه لغايه ما اتصالحت معاها. خلاص احنا وقت ما احنا خارجين نلبس كرسي او شورت، خلاص بقى انا مش هخنق نفسي يا جماعه. عشان المفروض ان الشورت من تحت اللي هو الناعم ده اللي مش بيعمل خط، مش عارفه بيعصبني جدا. بلس ان هو فيه كوبش كده، عارفين الكوبش اللي بتلم من غير ما يبقى الاستك بتاعه انا عندي شورت من كتر الاستك اللي جواه تبقي قاعده كده الاكسجين بيروح مني، عارفين كده؟ تحفه. هقيسه والبسه على فستان واوريكم قبل وبعد. اتمنى انه يعمل يعني ايه تاثير. حاجه لذيذه قوي حته البتاعه اللي هنا دي، عارفينها اللي بتلمع دي؟ مش عارفه اشرح لكم الوضع، بس اللي هي بتخليه مانع للتزحلق، واخدين؟ مانع بيخلوه يقفش مكانه وما يفضلش ولا يطلع ولا انا بصوا ساعات بلبس حاجات قمصان او حاجات على جينز، فبتبقى بدخل الجينز من جوه، ببقى عايزه كارديجن كده عارفين يغطي يبقى شكله لذيذ، فجبت الكارديجن ده. وجبت ابيض عشان الابيض هيليق على اي حاجه. بصوا ده شكله كده ابيض ومخرم، اتمنى تكونوا شايفين. وفي ربطه من هنا، هقيس واوريكم كل حاجه. وفي ربطه من هنا كده، ومن هنا في رباطين قدام بعض وطويل،
وفي لا ما فيهوش فتحه من الجنب، يعني كنت متوقعه ان يكون في فتحه من الجنب. ده من عند ميس جايدد، والبراند دي على شي ان خطير. الناس كلها تشتري الكاش مايو عشان يلبسوه على البيكيني، واحنا بنجيبه عشان نخرج. وبس كده حبايبي، ده الفيديو بتاع النهارده. استنوا الفيديو الجاي برده هيكون انبوكسنج الحاجات شي ان، بس اعتقد ان هو هيجي بعد العيد. انا لسه طالبه الاوردر بقالي 3 ايام تقريبا، فهو اكيد هيجي بعد العيد. طالبه فيه حاجتين ام سوبر اكسايتد ان انا اجربهم، وهو البلاش بتاع شي جلام الجديد، والفاونديشن الجديد بتاعهم اللي لسه منزلينه، لان هم لسه ما بعتوهوش لاي حد، فانا مش هستنى، رحت طالباهم على طول. سوبر اكسايتد ان انا اجرب البلاش الجديد، لان هو شبه بتاع بيكسي، نفس الباكجينج بتاعه. والصراحه الحاجات اللي زي كده اللي هي بتلفيها وتحطي منها بالنسبه لي سهله جدا لو انت خارجه، بيبقى الموضوع بسيط جدا معاها. فام سوبر اكسايتد لللبس اللي جاي والحاجات اللي انا طالباها من عند شي ان. هحط لكم اللينك بتاع البنوته اللي بتجيب من عند شي ان تحت في الديسكربشن بوكس، ومش اعلان ولا اي حاجه، هي بنوته انا جربتها وطلبت منها دي تاني مره، والموضوع بيمشي معاها لذيذ جدا، وسعرها اقل من سعر كل الناس اللي بيجيبوا من شي ان. وبس كده حبايبي، لايك للفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.